إسرائيل. يس. من وين بالضبط؟ أنا من تل أبيب. تل أبيب. يب. وداك ما شاء الله. تل أبيب أنا ما تل أبيب تنشوف فين جات. نعم. نبحث في الخريطة نشوف تل أبيب. اكتب في الجوجل. أنا بعرف أنتوا العرب يعني بيكرهنا، بس ابحث بالجوجل رح تطلع لك دولة إسرائيل. اسمعني تفضل. أنا هذا العبد الضعيف، هذا العبد المذنب، لا أكره إنسانا فوق الأرض خلقه الله تعالى. نعم. لأن الحكم ليس لي، الحكم لله، إن الحكم إلا لله. الله تعالى في القرآن الكريم قال فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فمن أن أكون أنا أن أحكم عليك أو على غيرك؟ نعم. لكم دينكم ولي دين. بالضبط. وفي رواية لكم أنا دينكم بقولهم كل اللي عندي هون كمان الناس بفوتوا عندي إنه في القرآن عندكم مكتوب إنه نحن شعب الله المختار ونحن الله فضلنا على العالمين، صح؟ أنت باين عليك شيخ وبيعرف بهذا الشيء. الكل كيكتب لي هنايا مقلب ما عرفناش هاد المقلب. باش مقلب واش تا منين؟ أنا شوف، بما إنه الكل قاعد يكتب لك، أنا من دولة فلسطين. الله 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 الله. أنا من دولة فلسطين. حي الله أهل فلسطين الحبيبة. الله يسعد لي قلبك، وكل الحب والاحترام لك وللشعب المغربي الحر. أنا فلسطيني بعمل تجارب اجتماعية على السوشيال ميديا لنشوف الأحرار أمثالك والشرفاء وقت يتكلموا كلمة حق باتجاه قضية فلسطين، في وقت مع الأسف تخاذلت الأمة العربية والعالم كله باتجاه فلسطين وغزة خاصة بالوقت الحالي. الله يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار. اللهم آمين. فإحنا بنعمل تجربة اجتماعية لنشوف ردود فعل الناس، شو ردة فعلها باتجاه قضية فلسطين، ولنوضح للعالم في وقت إنه في ناس مأجورة تتكلم باسم الشعوب العربية لخلق الفتنة ما بين الشعوب العربية والشعب الفلسطيني. نعم. لنوضح للناس إنه هذا هو الشعب المغربي الحر، هذا الشعب السعودي الحر، هذا الشعب العراقي، هذا الشعب السوري. أما أي ناس، أنا أقول لك كلمة. لما قلت لإسرائيل أو فلسطين، أنا أجبتك بجواب الإنسان المسلم المؤمن الحق. نعم. أن المسلم لا يؤذي أي إنسان كيفما كان نوعه، كيفما كانت جنسيته وديانته. نعم. الإنسان المسلم الحق. وهذا قد أعطونا فيه درسا إخواننا في غزة، يعني لا في الأسرى اللي كانوا إسرائيليين كيف كانوا يتعاملون معهم بأخلاق عالية وباحترام وبعناية ورعاية. نعم. حتى لما خرجوا من عندهم، لما سلموهم إلى الإسرائيليين، شوف ما شاء الله، يعني ما كانوا فرحانين، كانوا سعداء، وأعطوا شهادة في حق الفلسطينيين أنهم ناس فعلا ناس فيهم خير وفيهم أخلاق وفيهم رحمة. وهذه هذا هو المطلوب. الإنسان المسلم يجب أن يكون رحيما بجميع الناس. المسلم اللي بيتبع سنة الله ورسوله. صحيح. هذا اللي بيعرف شو قضية فلسطين، وهذا بيعرف اللي بيعملوه أهل غزة كرمال شو. وأنا أقول لك إن شاء الله بحكم برنامجك الطيب سأقرأ لك ما تيسر من القرآن الكريم. تفضل أخونا الكريم. إلى جمهورك الحبيب وإلى غزة العزة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا
بآياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك، الله يجزيك الخير ويكتب أجرك يا رب إن شاء الله يا رب العالمين. وصلى الله تعالى أن يديم على أهل فلسطين الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين يا رب. وربي هيك يجمعنا في باحات المسجد الأقصى كلياتنا، الوطن العربي والأمة الإسلامية والعربية كلياتها يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يسعدك يا شيخ، تشرفت فيك أنا متابعة وأنا بتشرف فيك والله. أصعد مع أهل فلسطين. أنا اللي بتشرف فيك والله. أنتم يعني تقدمون صورة رائعة وجميلة على يعني الإخوان المسلمين وعلى المسلم، الإنسان المسلم في العالم، فأنتم شرفتمونا وتشرفوننا بأخلاقكم وبسلوككم الطيب ما شاء الله. والله الشعب الفلسطيني اللي جوا عم بيقوم في واجبه، فنحن بنتشرف وقت الأحرار نشوفهم هيك، ونسأل الله تعالى أن يرحم الشهداء جميعا. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. تشرفت يا رب العالمين. اللهم آمين. الله يسد قلبك يا شيخ. المؤمنين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. تشرفت فيك وتحياتي لك وللشعب المغربي الحر. السلام عليكم. الله يسد قلبك يا شيخ. الله يحفظكم. حفظكم الله. بركة وصافي. مزيان ولا ماشي مزيان؟ واش مزيان؟ دابا نتوما هما المراية ديالي.